لو انت عايز تعمل ديزاين بروفيشنال فلازم تاخد بالك من الثلاث حاجات دول. اول حاجه بلاش تحط في الديزاين الوان كتيره جدا وتعمل مولد في الديزاين وتكون الالوان مش متناسبه مع بعضها، فالعين مش هترتاح وهي بتشوف الديزاين اللي في الاصل بيوصل رساله، فبالتالي محدش هيشوف الديزاين اللي انت عامله. عشان كده يا عزيزي البرو انا عايزك تشتغل بباليتة الوان واحده بس تكون عباره عن لونين ثلاثه متناغمين ومتناسبين مع بعض، فبالتالي العين تشوف التصميم مرتاح. تاني حاجه بلاش 500 خط في الديزاين. في ناس بتحط يجي 4 أو 5 خطوط مختلفة في تصميم واحد بس، وده برضو مش بيريح العين وهي شايفة التصميم، بتحس ان في حاجة غلط. فبالتالي استخدم فونت واحد بس او 2 إذا لزم الأمر. تالت حاجة الديزاين مش مولد اللي هو حط أي حاجة في أي حتة واملاها عناصر. بلاش تملى الديزاين بعناصر كتير جدا ملهاش أي 30 لازمة، مش مجرد مساحة فاضية حط فيها استوكاية وشكرا. خلي فيه مساحة فاضية في الديزاين اللي هما بيسموها الوايت سبيس، راعيها جدا في الديزاين بتاعك عشان تخلي الديزاين بتاعك يتنفس.